صباح الخير يا مصريين. كنت منزل بوست وبقول ان حرب اكتوبر كانت عمليات انتحارية اكتر ما هي متعمدة على الخطط اللي اتحطت وابهرت العالم واجبرت العالم على احترام جمهورية مصر العربية لحد النهاردة ولحد الوقت اللي بكلمكم فيه. مبدئيا يا مرحب بالمعارك، واللي يجي وعايز يجرب يقرب. مبدئيا يعني الحمد لله وبفضل الله مصر بتقدم شعب قوي بيطلع منه جيش قوي. الحمد لله لحد النهارده قادرين نواجه اي دولة في العالم، وبقولها لكم قادرين نواجه اي دولة في العالم. اللي انت بتشوفه غير اللي مخفي، اللي انت شايفه فوق الارض غير اللي موجود غير تحت الارض، اللي انت شايفه في سينا غير اللي انت شايفه في المنطقة الغربية. اصحى يا مصري. بقول لك ليه يا مصري؟ لان مصر بلد تفتخر بيها، تفتخر ان جنسيتك مصري. اللي ما يعرفش قيمة يعني ايه عنده وطن وعنده بيت وعنده اهل يبقى ما يعرفش حاجة في الحياة وما يستحقش يعيش. اللي ما يعرفش ان لازم تقف النهاردة مع بلدك مصر يبقى خاين حرفيا لبلده ووطنه وما يستاهلش اصلا العيشة فيها. هتقول لي يا عم اسلام ده احنا جعانين وجوعنا وسهقنا وتعبنا والاقتصاد والدنيا هي كده كده خربانه. طب ما على كده بقى المساجين في السجن بتاكل وبتشرب. هتحب السجن مكان وحش بس هتحب السجن عشان بتاكل وتشرب. اقول لك ما انت بتاكل وتشرب فهي ما بتتقاس بالاكل والشرب يا صاحبي. فوق. اللي انا عايز اوضحه ان فعلا حرب اكتوبر كانت عمليه انتحاريه، زي اكنك حاطط خطه في ملعب. مدير فني جاب 11 لعيب قال لهم هنلعب 4-4-2 او 5-3-2 او 3-4-3 ايا كانت الخطه. قال لهم هننزل نلعب كذا كذا. لو اللعيبه ما عندهاش روح وقتال في الملعب مش هتكسب الماتش. ده اللي انا كنت قصده. احنا في حرب اكتوبر ابطالنا الشهداء رحمه الله عليهم، ربنا يرحمهم ويغفر ليهم يا رب ويكتب لهم الجنه باذن الله. قسما بالله كانت كلمه الله اكبر بتهز جبال سينا، كانت كلمه الله اكبر بتتقال. الجندي بياخد سواء بقى بيطلع بمعدة تقيله على كتفه جبل، سواء راكب دبابه راكب مدرعه سلاح جوي دبابه مشاة ايا كان. حتى اللي كان بيقدم الاكل لجنودنا في الحرب برضه كان بطل. قسما بالله اللي حصل في حرب اكتوبر انت لو دخلت تقرا التاريخ هتفتخر انك مصري، وهتفتخر انك عربي، وهتفتخر انك مسلم، وهتفتخر انك عايش في الشرق الاوسط، هتفتخر انك عندك جنسية يهام منها دول العالم. انت لو ضعيف ما كانتش مصر هتبقى موجودة دلوقتي قسما بالله. بس هم عشان مش عايزين يجربوا خايفين يقربوا، لان هم عارفين مصيرهم هيبقى ايه. مصر احتلتها كام دولة عبر التاريخ والحمد لله احنا النهاردة احرار وبلدنا حرة وهتفضل حرة ومصر ام الدنيا. انت بقى تستهزأ تضحك تقول بص مش عارف ايه، كرهك لشخصك يعميك عن وطنيتك وعن بلدك دي حاجة تخصك. بس النهاردة اللي مش واقف مع مصر هو خاين، والله العظيم خاين. بس كده.